وحتى لو كانت أشعرتم الجمهور الإسرائيلي أنكم تريدون تغيير شيء في غزة، ما الذي سيتغير في غزة؟ الجندي الثامن الذي قتل في ملالة الجنود النجماش، واحد فقط نجا من الموت من كل المجموعة التي دخلت. رتل الجنود كان موجود هناك، قضي عليه كله. ولكن هنا على حدود قطاع غزة داخل الحرب، حين دخل قطاع غزة، هذه الصورة التي صورناها أمس، نحن نقوم باحتضانه قبل أن هذه صورة واحدة تسوى 1000 كلمة. هذا يورام شيلو الوحيد الذي أصيب في الشجاع. قرأت في الواتساب واعتقدنا أنه بين الجرحى ونحن لا نعرف شيء. وصلت إلى البيت، كان لا أستطيع الاتصال بابني، اتصلت بزوجتي، صرخ على التليفون أمي وكان مذهول، صوته كان خائف ومذعور. قلت له شيلوا لي، هو اسمه شيلو، وبدأ يبكي الجندي، بدأ يبكي. أمي أطلقوا علينا النار، رشونا يا أمي، أمي. وأنا ببساطة لم أستطع أن أقول له شيء. قال كان يبكي الجندي الإسرائيلي، يبكي، قال لي يا أبي هذا كان تفجير، نحن كنا في فخ متفجرات، فجرونا، قال بالحرف فجرونا، فجروا وجوهنا، أبي صواريخ علينا، أبي أطلقوا رشونا وضربونا الصواريخ. كان يبكي الجندي وهو يتصل بوالدته ووالده. واو 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 واو، كان هذا شعور لا يصدق. ابني 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 الذي ذهب إلى غزة، ابني، أنت كأنه في عالم آخر. وشعرت أنه ذهب إلى مكان لا أستطيع أن أصل إليه. أنا أيضا لم أستطع أن أهدأ، لم أستطع أن أبكي، لم أستطع أن أتحدث. عائلة حداد تعيش في مستوطنة قريبة من غزة. يورام أيضا كان يسرق نصف ساعة من أجل أن يلتقوا مع أهلهم. طمنت عليه أن له رجلين لم تفجرها، قبلناه وحضناه وحمدنا الله أنه عاد من هناك. كان يبكي قبلها على التليفون. المهم أنه نجا، المهم أنه على قيد الحياة. إن هذا الكابوس الذي شاهده في غزة، كل جنودنا يعيشون هذا الكابوس كلهم، يقول والد شيلو. الآن يضعون الهدايا لجولاني، حمدا لله أن ابنهم عاد على الحياة. يقول أنا قلت في النهاية لما صحصح قال أبي نحن نحارب جيدا، نحن نحارب جيدا.